كيبدا الفيلم في سنة 2012. في ذاك الوقت الاقتصاد الأمريكي كان كينهار والبطالة تزادت بزاف، وبهذا السبب حتى نسبة الجريمة طلعات، ولات السجون عامرة بالمساجين بزاف، وهذا الشيء خلى الشركات الخاصة تبدا تسير بعض السجون. باش يلقاو حل لهذا المشكل داروا فكرة غريبة وخطيرة، سباقات ديال الطوموبيلات ولكن من نوع خاص وسماوها سباقات الموت. في السباقات الطوموبيلات كيكونوا عامرين بالأسلحة المختلفة باش المتسابقين يقدروا يقضيوا على بعضهم، وكل متسابق كيكون معرض يموت في أي لحظة. القانون ديال السباق بسيط، اللي يربح 5 السباقات كيتطلق سراحه من السجن مهما كانت العقوبة ديالو. هاد السباقات كتبت في مواقع خاصة على الانترنت، والجمهور كيتفرج فيها مقابل فلوس كثيرة، وبهذه الطريقة كيحققوا أرباح كبيرة وفي نفس الوقت كينقصوا عدد المساجين. في هذا الوقت كنشوفوا فرانك ومعاه المساعدة ديالو كيس. فرانك كان أخطر وأشهر متسابق في السجن وكيحاول يوصل لخط النهاية، ولكن موراه مباشرة العدو ديالو جو. كل واحد منهم كيدير المستحيل باش يربح السباق، وفجأة قبل ما يوصل للنهاية فرانك كيكتشف أن الأسلحة اللي في طوموبيلته ما بقاتش خدامة. حاول يصدم الطوموبيل ديالو في العجلة الخلفية ديال طوموبيل جو باش يوقفوه، ولكن جو كان واعي وما استسلمش وبقى كيضرب عليه بالقذائف. في ذاك اللحظة كيس حرات راسها بسرعة قبل ما يتقتلوا، وقدر فرانك يوصل لخط النهاية، ولكن مباشرة من بعد جو ضرب فرانك قذيفة قوية في جرات الطوموبيل ديالو. من بعد مدة كنشوفوا واحد سميتو جانسون خدام في مصنع ديال الحديد. المصنع كان غادي يتسد بسبب الأزمة الاقتصادية اللي ضربات بلاد، جا باش ياخذ باقي حقه، ولكن هو والعمال ما عطاوهمش حقهم كامل، وهذا الشيء خلاهم يغضبوا ويحتاجوا. مني وصلت قوات الأمن تزادت الفوضى ووقع صدام كبير بينهم وبين العمال، وهذا النوع ديال المشاكل ولا كيوقع بزاف في ذاك الوقت. في الليل رجعت جانسون للدار وطمن مراته وقال لها أنه غادي يلقى خدمة جديدة، ومن بعد طلع يشوف بنته الصغيرة اللي كانت مازال مولودة جديد. ولكن مني نزل لتحت لقى مراته طايحة في الأرض، وفجأة خرج واحد لابس قناع رش عليه مخدر في وجهه، وقبل ما يمشي دار حركات بيدو كأنه كيطلق النار. من بعد ساعات فاق جانسون ولقى البوليس في الدار وهو شاد سكين فيها دم مراته اللي تقتلات. البوليس قبض عليه مباشرة. من بعد 6 شهور ديال التحقيق والمحاكمة صيفط جانسون لسجن خطير موجود في جزيرة معزولة وحراسته قوية بزاف. هاد السجن هو واحد من السجون اللي كيديروا فيها سباقات الموت. خداو الحارس أولريك للزنزانة ديالو وكان فيها مساجين أخرين. في الأول حسبوه ضعيف، ولكن فجأة سمع أولريك الضجيج ورجع لقى جانسون علمهم الأدب كاملين، وهنا فهموا أن جانسون ماشي ساهل. في اليوم التالي نزل جانسون ياكل مع باقي المساجين، كانوا مجموعة جالسين قدامه، وواحد منهم بدا كيهضر عليه وقال لهم أنه كان متسابق ديال سباقات الشوارع قبل ما يدخل السجن. من بعد جا واحد اخر سميتو باشينكو وكان متسابق خطير، بدا كيسخف بجانسون وقال قدام الجميع أنه قتل مراته بلا رحمة وأنه جبان وما يستاهلش يقعد معاهم. حاول يهجم عليه ولكن جانسون كان أسرع وضربوا بصحن الأكل ووقع سيجار بينهم وبين اللي معاه. في ذاك اللحظة دخلوا الحراس وقدروا يوقفوا القتال. من بعد خداوه يقابل هانسي مديرة السجن اللي كانت معروفة بالقسوة ديالها، قالت ليه إن السجن ديالها فيه أخطر المجرمين في أمريكا وبهذا السبب ما كتسامحش على حتى شي غلط. ولكن جانسون قال لها أنه تصرف هكاك لأنه عارف كيفاش كيتعاملوا مع أي مسجون جديد. هي كانت شافت الملف ديالو وعرفت أنه كان سائق سباقات محترف وله مهارة كبيرة في القيادة، وهنا قالت لي عندها عرض خاص ليه. عرفاته أن أشهر متسابق في السجن اللي سميتو فرانك مات في آخر سباق، ولكن الجمهور برا ما عرفش هذا الشيء حيت كيظنوا أنه مازال في المستشفى، حيت فرانك كان دايما كيلبس قناع وما حدش عارف وجهه الحقيقي. سهل يجيبوا متسابق قوي يلبس القناع ديالو ويكمل السباقات باسمه، ومن قانون السباق أي متسابق يربح 5 السباقات كيخرج حر من السجن. فرانك كان ربح 4 السباقات قبل ما يموت، يعني إلا جانسون ربح سباق واحد فقط غادي يخرج حر. في الأول جانسون تردد، ولكن العرض كان مغري بزاف وفي الأخير وافق. قالت إيه المديرة أن السباق غادي يبدا بعد يومين، وخداوه للفريق اللي كان خدام مع فرانك باش يصلحوا الطوموبيل ويحضروه للسباق. تعرف على رئيس الفريق اللي كيسميوه كوتش وعلى باقي الفريق، وراوه الطوموبيل ديالو وشرحوا له كل حاجة عليها، طريقة السياقة وأنواع الأسلحة اللي فيها. من يسولهم على الذخيرة قالوا له أن الأسلحة ما كتخدم حتى نهار السباق وكتفعل إلكترونيا. من بعد خرجوا للساحة وشرحوا له معلومات على المتسابقين اللي غادي يواجههم، وعرفوه أن الشخص اللي تشاجر معاه في قاعة الأكل حتى هو متسابق سميتو باشينكو، وحذروه من باقي المتسابقين حيث كل واحد فيهم سبق له قتل متسابقين آخرين، وحتى واحد فيهم ما عنده رحمة. وكيجي نهار السباق وكيكون جانسون دايز من السجن وهو لابس القناع،
وكل المساجين كيشجعوه على أساس أنه فرانك. من بعد كيمشي مع الحراس لمكان السباق. كاوتش كيفهموا أنه ما يهضر مع حتى واحد من المتسابقين، حيث فرانك ما كانش كيدير هكاك، والغموض ديالو كان جزء من الجاذبيه ديالو قدام الجمهور. من بعد كيوصلوا البنات اللي كيركبوا مع المتسابقين، وهاد البنات كيكونوا جايين من سجن النساء باش يركبوا مع المتسابقين ويساعدوهم في السباق. وكتطلع كيس تركب مع جينسون كيف ما كانت دايما كتركب مع فرانك. كاوتش كيطلب منه يحيد القناع حيت الزاج ديال الطوموبيل ما كيبانش من برا، وطبعا كيس كانت عارفه ان فرانك الحقيقي مات. السباق كيكون على 3 الايام مختلفين، وكيتم بثه مباشره في شبكات خاصه، والناس كيشتركوا فيها بملايين الدولارات، وكل شيء كيكون تحت اشراف مديره السجن هانيسي اللي كتحكم في كل حاجه. كيبدا السباق وكيطلق جينسون الطوموبيل باقصى سرعه. كيس كتبقى كتراقب طريقه السياقه ديالو وكتفهم انه سائق مزيان، ولكن مازال جديد في موضوع السباقات اللي فيها اسلحه وسط ضرب النار. كتعاونوا باش يدخل من الطرق المختصره وكيقدر يتقدم على باقي الطوموبيلات، ولكن ديما كيبقى كيطاردو وتجعو العدو اللدود ديالو واقوى خصم ليه. في الارض ديال السباق كانوا دايرين دوائر مرسومين، واي متسابق كيدوس على دائره فيها سيف كتفعل الاسلحه الهجوميه الكترونيا، ولا داس على دائره فيها درع كتفعل الاسلحه الدفاعيه. طبعا كل واحد كان باغي يقضي على اللي قدامه، وفجاه كتفعل رؤوس الموت اللي كيطلعوا من وسط الطريق وكيكونوا بحال سيوف صلبه. واحد من المتسابقين دخل فيهم مباشره وطوموبيلته تفجرات، وكانوا المتفرجين مستمتعين بزاف بالمنظر. جاو بدا كيضرب القذائف بعنف على المتسابق اللي قدامه، ولكن هذاك المتسابق فعل خاصيه اطلاق الزيت من الطوموبيل وخلى طوموبيل جاو يتزحلق شويه، ولكن الفرحه ديالو ما طوالتش حيت متسابق صيني دخل فيه بقوه وطوموبيلته تقلبات وضربوه بقذيفه دمرات الطوموبيل، ومع ذلك قدر يخرج منها وهو مصاب وبقى كيتحداهم. وقبل ما يكمل كلامه جا جينسون بالطوموبيل ديالو وصدموه بقوه. من بعد رجع جاو يطارد جينسون مره اخرى. حاول جينسون يطلق عليه النار، ولكن تفاجأ ان الاسلحه معطله وما عرفش شنو يدير، وباقي المتسابقين كانوا محاصرينه من كل جهه. طلب من كيس تحل كبسولات البنزين وقال ليها تجلس فوق رجليه. هي استغربات ولكن دارت اللي قال لها، ومن بعد فعل الجهاز الخاص بالمساعدة اللي كيستعمل في حالات الخطر، ومعه طبعا كبسولات البنزين. هبط بالطوموبيل من السقف ديال المسار ونزلات فوق الطوموبيل اللي وراه وزاد السرعة بسرعة كبيرة، ومن بعد رمات جهاز الإشعال وطوموبيل العدو تفجرات. رجعت جينسون بسرعة يكمل السباق، ولكن هاد المرة جاو مشى لطريق مختصر. من بعد لقات جينسون المتسابق باتشينكو حداه ودار نفس الحركة بيديه اللي دارها الشخص المقنع نهار دخل لدارو، وهنا فهمت جينسون أن باتشينكو هو اللي قتل مراته. فجأة كيظهر جاو وكيضرب طوموبيل جينسون بقوة كبيرة وكيعطلوه قبل خطوات قليلة من خط النهاية، وبهذا الشكل كتسالي الجولة الأولى وكيكون جينسون في المركز الأخير. من بعد السباق مشات جينسون لعند هانيسي وقال لها أنه كيشك أن باتشينكو هو اللي قتل مراته، ولكن هي قالت ليه أنه فعلا هو القاتل، وبهذا السبب راه مسجون هنا. خرجت صورة من مكتبها ووراتها ليه وقالت ليه أن هذه هي العائلة الجديدة اللي غادي تكبر فيها بنته، وقالت ليه إلا بغيتي ترجع لبنتك ما عندك حتى حل غير أنك تربح الجولات الجاية وتخرج من السجن. جينسون تضايق بزاف وبدا كيهضر معاها بعصبية، ولكن هانيسي بقات هادئة بزاف، وفي نفس الوقت كانت حاطة يدها على المسدس اللي مثبت تحت المكتب ديالها تحسبا إلى التهور. ولكن جينسون ما كان قدامه حتى اختيار آخر، في الأخير وافق بسبب بنته. من بعد تقابل مع كاوتش في الساحة وحكى ليه كل شيء اللي وقع، وقال ليه أنه كيحس أن هانيسي هي اللي طلبات من باتشينكو يقتل مراته باش يدخلوه للسجن ويشارك في السباقات بلاست فرانك. كاوتش تصدم من الكلام ديالو وقال ليه أن حتى واحد ما كيعرف الحقيقة كاملة، ولكن وعده أنه غادي يعاونه حتى يقدر يشوف بنته. من بعد كان جينسون كيصلح الطوموبيل ديالو، وأول ما شاف باتشينكو قدامه تعصب بزاف ومشى وراه، ولكن ملي دخل المكان ديالو هجم عليه الرجاله ديالو كاملين وقدروا يشدوه. باتشينكو بدا كيضرب فيه وخدام فكاك حديدي وكان باغي يقتلو. في هاد اللحظه جا واحد من فريق جينسون وضربوه بحديده في ظهره. جينسون قدر ياخذ قطعه حديد بصعوبه وغرسها في واحد منهم، ومن بعد قدر يقضي على الباقي بسهوله. هجم عليه باتشينكو مره اخرى، ولكن جينسون تصدى ليه وبقى كيضرب فيه بعنف كبير من شده الغضب. وقبل ما يقتلو قال ليه باتشينكو ان هانيسي
هينيسي هي اللي طلبات منه يقتل مراته وأن الحارس إلريك هو اللي ساعده. وملي سمع جانسن هذا الكلام وكان باغي يقتله، فجأة جاء إلريك وضربهم بالسعط الكهربائي وفقدوا القدرة على الحركة. وفي اليوم التالي كتبدا الجولة الثانية من السباق وما بقى غير 6 متسابقين وكل شيء كيتسنى يشوف شنو غادي يوقع. كيبدا السباق وكل المتسابقين كينطلقوا بسرعه كبيره، ولكن جانسن كيوقف الطوموبيل ديالو ما كيتحركش، وهذا الشيء خلى الكل يتفاجأ. من بعد شويه كينطلق جانسن بالطوموبيل وكيشد طريق اخر، بدا كيهضر مع كيس وسولها واش هي السبب في موت فرانك، وهددها الا ما قالتش الحقيقه. وساعتها اعترفت ليه انها هي اللي عطلت الاسلحه ديال الطوموبيل ديالو، حيت هينيسي طلبات منها دير هذا الشيء مقابل انها تعاونها باش تخرج من السجن، ولكن قالت ليه انها ما كانتش باغيه تقتله، غير كانت باغيه غير تاخره باش ما يربح السباق ويبقى يشارك فيه مده اطول. من بعد كينطلق جانسن بالطوموبيل باقصى سرعه وكيمشي مباشره يطارق باشينكو، بقى كيطاردو حتى سبقوه، ومن بعد دار دوره بالطوموبيل وبدا كيطلق عليه النار بالاسلحه. باشينكو حتى هو بدا كيرد عليه بنفس الطريقه وولات بينهم معركه قويه بزاف. فجاه دار جانسن دوره اخرى وقال الكيس طلق الدخان، وفعلا باشينكو ما بقى كيشوف حتى حاجه قدامه، وفجاه صدم بقوه في الحاجز والطوموبيل ديالو تقلبات. هنا وقف جانسن الطوموبيل ديالو، خلى باقي الطوموبيلات يدوزوا قدامه ولبس القناع ومشى لعند باشينكو رغم ان هذا الشيء مخالف للقانون، وكسر ليه رقبته. ومن بعد شاف في الكاميرا مباشره وكانه كيتحداه هينيسي تعصبات بزاف وقبلت التحدي وطلبات من الفريق ديالها يخرجوا المدرعه ويقضيوا على اي طوموبيل يوقف قدامهم. منين خرجت المدرعه الكل تفاجأ، حيت كانت بحال آلة حرب كامله. بدات طارد الطوموبيلات وتهاجمهم بمختلف الاسلحه، وبدات كتدمر الطوموبيلات بمتسابقيها واحد مر واحد حتى ما بقى غير جانسن وجو. في ذاك اللحظه تواصل جانسن مع الفريق ديالو في اللاسلكي وطلب منهم يوصلوه مع طوموبيل جو، اتفق معاه انهم يتعاونوا باش يقضيوا على المدرعه. جو وافق وانطلقوا بجوجهم باش يواجهوها. المدرعه كانت كتطلق عليهم الاسلحه بعنف وهما كيحاولوا يتفادوا الهجمات على قد ما يقدروا. من بعد قربوا منها بسرعه وداسوا بجوجهم على الدائره ديال الدرع، وخرجت منها السيوف الحديديه اللي دخلوا في المدرعه بقوه ودمروها مباشره. وقع انفجار كبير خلى الجميع مذهول. من بعد رجعوا جو وجانسن والمساجين كانوا فرحانين بزاف باللي وقع في السباق. في اليوم التالي تجمعوا كاملين في الساحه، وبدات هينيسي كتخاطبهم وقالت لهم ان الجوله الاخيره غادي تكون غدا وهي اللي غادي تحدد شكون اللي غادي يربح، فرانك ولا جو. وقالت ايضا ان اي متسابق يربح 5 سباقات غادي يخرج حر من السجن. وفي نفس الوقت الحارس أولريتش بأوامر من هينيسي مشاو ركب قنبلة كتفجر عن بعد في طوموبيل جانسن. من بعد الخطاب مشى جانسن لعند جو باش يهضر معاه، ولكن جو قال ليه انه غادي يدير اي حاجه باش يربح ويخرج من السجن، ونصحو يبعد من طريقه. ولكن جانسن قال ليه انهم خاصهم يهضروا قبل السباق. في اليوم التالي كان السباق في الليل. منين ركب جانسن الطوموبيل قالت ليه كيس ان هينيسي طلبات منها تعطل الطوموبيل ديالو الا قرب يربح. منين بدا السباق انطلقوا جو وجانسن باقصى سرعه، ومنين جات جانسن يدوس على الدائرة باش يفعل السلاح عطلو أولريتش. ومن بعد رجع السلاح خدم عند جو وبدا كيضرب عليه القذائف بقوة وبقى كيطاردو. جانسن كان كيتفادى الهجمات بصعوبة والطوموبيل ديالو تضرات بزاف. طلب من كيس تحيد الدرع الخلفي باش تشوش على جو، وفعلا دارت هاد الشي، ولكن جو كان ذكي وما تخدعش. من بعد تواصل جو مع جانسن في اللاسلكي وقال ليه القذيفة الجاية هدية مني ليك، وفعلا طلق قذيفة قوية بزاف، ولكن جانسن قدر يتفاداها والقذيفة دمرت الطريق وخرجتهم بجوج من المسار. هنا بان المفاجأة الكبيرة، هينيسي وأولريتش فهموا أن السباق ما كانش الهدف، بل جانسن وجو كانوا كيخططوا للهروب، وكانوا دابا غاديين نحو الجسر اللي كيربط الجزيرة بالمدينة. هينيسي قررت تنتقم من جانسن وفعلت القنبلة اللي كانت في طوموبيلو، ولكن تفاجأت أن الطوموبيل ما تفجراتش، حيث كوتش كان كشف الخطة من قبل وبدل القنبلة. لهذا قررت تبعث مروحية طاردهم. في ذاك الوقت كانوا جو وجانسن سايقين بأقصى سرعة والشرطة وراهم والطائرات فوقهم. طلب جانسن من كيس طلق أنابيب الغاز ووقع انفجار كبير قلب طوموبيلات الشرطة وخلاهم يصطدموا ببعضهم فوق الجسر. من بعد طلب جانسن من جو يتفرقوا باش يضيعوا المطاردة، وفعلا تفرقوا، ولكن هينيسي أمراض الطائرات يركزوا غير على جانسن. في ذاك اللحظة سألت جانسن الكيس واش متأكدة من اللي غادي تدير. قالت ليه ما يقلقش، حيت هينيسي وعداتها بأوراق الخروج إلا ساعداتها. فجأة قفز جانسن من الطوموبيل وسط الطريق الكتيرة باش ما يلاحظ حتى واحد، وخلى القناع عند كيس.
لقات كيس كتسوق بسرعة والطائيات كيطاردوها وكيطلقوا النار باش يوقفوها. في الأخير خرجات كيس من الطوموبيل وهي لابسة لباس فرانك والقناع ديالو باش يبان أنها هي جانسون، وجانسون كان كيراقبها من بعيد. في هاد اللحظة جات جو لعنده باش يكملوا خطة الهروب، وفي نفس الوقت وصلت هدية لهنيسي. قال لها أولريتش أن الهدية جاية بسبب نسب المشاهدة الكبيرة للسباق، ولكن منين حلاتها تفاجأت حيت لقات القنبلة اللي كانت في طوموبيل جانسون. ضغط كوتش على الزر وتفجرات القنبلة، وهنيسي وأولريتش تسلاو من القصة، وكوتش كان فرحان بزاف. من بعد 6 شهور كنشوفوا جو وجانسون في مكسيكو خدامين في طوموبيلات السباق، وكتجي كيس لعندهم بعد ما تأخرت شوية بسبب مشاكل في وثائق الخروج من السجن. جانسون قال لها عنده مفاجأة، ووراها بنت صغيرة كتجري نحو حضن أبوها مرة أخرى. وهنا كتوصل قصتنا للنهاية. إلا عجبك الملخص ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة باش توصلك الفيديوهات الجديدة. سلام.